يوم الجمعة غيلعب المغرب أمام الكاميرون في ربع النهائي كأس إفريقيا 2025. شنو هي الحظوظ ديال المنتخب؟ وشنو هي التشكيلة والخطة اللي خاصنا نلعبوا بها باش نأهلوا لنصف النهائي؟ هادشي اللي غادي نشوفوه إن شاء الله في هاد الحلقة الجديدة ديال بودكاست 11 ولكن قبل ما نطرقوا لهاد المواضيع هادو بغيت نحل واحد القوس بعجالة حول يعني الجدل اللي ثار حول ضربة الجزاء اللي ما تصفراتش المنتخب التنزاني في اللقاء اللي جمعوا بالمنتخب المغربي في دور ثمن النهاية. فإلا رجعتوا للتحليل اللي كنا درنا لهاد اللقطة هادي قلنا بأن كان فعلا واحد التهور ديال لاعب ماسينا في اللقطة يعني في التدخل ديالو على المهاجم ديال المنتخب التنزاني، ولكن المهاجم إلا رجعنا للقطة كنشوفوا بأنه حاول أو كما كنقولوا تلاح قبل ما قبل ما يكون ان كونتاكت مع ماسينا، والمحاولة ديالو يعني كان لا زون اللي شاد فيها الكرة بعيدة على ياسين بونو، دونك هو حاول أنه قلّب على ضربة الجزاء أكثر من اللي بحيث أنه يسجل الهدف، لذلك بالنسبة لي أنا هذه اللقطة ما كتصفرش، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش أن ماسينا ارتكب واحد الخطأ لعب يعني بالاحاسيس وبالمشاعر ديال المغاربه 40 مليون مغربي في هذيك اللقطه هذيك، واللي كنتمنى بانه ما غاديش يعاودها لا هو لا لاعب اخر في المنتخب المغربي. وبخصوص الابواق اللي كتدعي بان المنتخب يعني تيتلقى دعم من جهاز التحكيم في هذه الدوره هذه باش يربح كاس افريقيا، فما عليه غير يرجع لنفس اللقاء ويشوف اللقطه ديال الكعبي مع الحارس اللي بالنسبه لي انايا كتصفر بيلانتي. وإلا رجعتوا للتحليل اللي كنا درنا لهذاك اللقاء راه قلت بان هذيك اللقطه ديال الكعبي راه كتستدعي تدخل من الفار، لان لقطات مشابهه سواء في كاس العالم وفي الدوريات الاوروبيه كتصفر، ولكن احنا كنفهموا بان في كره القدم كاينين واحد الحالات كنسميهم الحالات التحكيميه فيها جدليه، يعني المعنى ديالها انه سواء بالفار ولا بلا فار تقدر تصفرها تقدر ما تصفرهاش، دونك الحكم على حسب الحكم يقدر يصفرها يقدر ما يصفرهاش. ماشي بحال الحالات يكونوا واضحين، التدخل ديال جواد اليميق امام مالي هذاك ما يتناقشوا فيه اثنان، ضربة جزاء باينة، فهمتيني، ما عندك ما تاناليزيها باينة، غتصفروا غتصفروا. لذلك فالادعاء بان كاين تحيز ديال الجهاز التحكيمي للمنتخب المغربي هذا ادعاء باطل وما عندناش علاش نصدعوا راسنا به، فهمتيني. واللي ما عجبو حال يمشي يتشكى، هادشي اللي غنقول لكم. ولكن هادشي ما كيعنيش كما قلت أن اللاعبين ديالنا خاصهم ياخذوا الحذر ديالهم في التدخلات مثل هذه، لأنه تقدر طيح في شي حكم اللي بالنسبة ليه بحال هذيك اللقطة كان يصفرها وكنا يعني نطيحوا في واحد الموقف لا يحمد عقباه. دابا نسدوا هذا القوس هذا اللي هضرنا عليه ونمشيو للمواضيع اللي ذكرناها في المقدمة. فالمقابلة اللي غادي تجمعنا يوم الجمعة إن شاء الله غادي تكون أمام فريق اللي عنده تاريخ كبير على الصعيد الأفريقي وعلى الصعيد العالمي. المنتخب الكاميروني صحيح ماشي هو ذاك المنتخب الكبير ديال إيتو، بوما، جيريمي والبقية وسونغ، ولكن كيبقى يعني فريق محترم، وشفنا المستوى ديالو في اللقاءات اللي كانوا عنده في الدور الأول وكذلك في اللقاء اللي جمعوا بمنتخب جنوب إفريقيا. هذا الفريق هذا اللي كان من بين المرشحين أنا بالنسبة لي أنه يكون au moins في الدور النصف النهائي ديال كأس إفريقيا. بخصوص التشكيلة والخطة اللي خاصنا نلعبوا بها فهي كنأدابتوها على حسب المنافس اللي عندنا. أمام زامبيا وتنزانيا ما كناش بحاجة ل2 سنتينال، لأنه 2 ريكوبيراتور اللي كان كيلعبوا مرابط والعيناوي، لعبنا ب1 seule سنتينال. في هاد اللقاء هذا غنلعبوا مع منتخب اللي موافق يلعب بخطة ديال 3-4-3 أو des fois كيقلبها ل3-5-2 ولا 3-5-1-1. ومنتخب اللي ما عزيزش عليه لا بوسيسيون، زعما ما كيقلبش يشد الكرة عنده بزاف، يقدر يخلي لك الكرة الدليل هو المقابلة ديال الدور الأول المقابلة عفوًا ديال ثمن النهاية، اللي ما كانش عنده لا بوسيسيون. كنظن في اللقاء ديال جنوب أفريقيا ديال عفوًا ديال كوت ديفوار اللي كان عنده 49% مما تبقى، راه كانت يعني اكتساح ديال المنافس ديال المنتخب الكاميرون، كان ديما المنافس هو اللي عنده لا بوسيسيون. دونك أنا كنتظر بأن غيكون نفس الشيء في اللقاء ديال ربع النهاية. الكاميرون غتخلي للمغرب الكرة وغادي تلعب على المرتدات وعلى السرعة ديال اللاعبين ديالها، خصوصًا بيمو اللي كنعرفوه اللاعب ديال مانشستر يونايتد. آآ ويعني غيحاولوا حتى هُما يستغلوا الكرات الثابتة باش يخطفوا الفوز. لذلك أنا بالنسبة لي خاصنا نعزّزوا وسط الميدان ديال المنتخب المغربي. هاد الماتش هذا ما خاصناش نلعبوا فيه ب1 seule سنتينال، هاد الماتش هذا خاصنا نزيدوا لاعب حدا العيناوي اللي غيعاون العيناوي في لا récupération ويكون أمام لا défense باش يكاليفي شوية على لا défense. أنا بالنسبة لي إلا كان ما رابطوهاش خاصنا نرجعوه ويلعب هو والعيناوي.
ما كانش مرابط بواجد، وهذا نقطة استفهام. إلا ما كانش جاهز راه خاصنا نشوفوا لاعب إلا وحده، وأنا كنفضّل يكون الخنوس على تيرغالين، والحارس المرمى ما كنهضروش عليه بونو بطبيعة الحال. بالنسبة لي لاتيرو فيما يخص لي لاتيرو، شفنا مبيمو لا فيتيس اللي عنده يعني كيما كنقولوا طيارة. هاد مبيمو هذا مرة كيلعب على لا droite ومرة كيلعب على لا gauche. إلا لعب في لا gauche ديالهم اللي هي غادي تكون الجهة ديال حكيمي، أنا بالنسبة لي ما نخافش عليه، هو طيارة، حكيمي كتر منه. دونك حكيمي راه يعني كفينا شرّه، كيما كيجر الشر ديال هذا المبيمو هذا. لذلك أنا بالنسبة ليا حكيمي فاش يكون مبيمو عنده راه ما خاصوش يطلع، خاص تكون consigne ديال الركراكي لحكيمي بأنه إلا كان مبيمو في جهته خاصو يبقى شاد لا défense، يبقى تما يحظيه، فهمتيني ما يطلعش بزاف. وفاش كيدوز هاد مبيمو لا غوش، عفوا لا غوش ديال المنتخب المغربي اللي هو لا دروات ديال الكاميرون، أنا بالنسبة ليا ما غاديش نلعب مزراوي، غادي نلعب صلاح الدين. صلاح الدين ديفونسيفمون مزيان، مزراوي حتى هو ديفونسيفمون مزيان، ولكن لافونتاج اللي عند أنس صلاح الدين هو أنه عنده دوك لابور أوفونسيف. لأن علاش غنحتاج لاعب كيلعب في الجناح الأيسر أو مدافع أيسر يكون يعني عنده هاد النزعة الهجومية، لأن فاش غادي يكون هاد مبيمو في الجهة ديال حكيمي، حكيمي ما يقدرش يطلع. حنا عارفين حكيمي لابور ديالو في l'animation offensive ديال المنتخب المغربي، راه واخا مدافع راه une pièce maîtresse في l'animation offensive عند المغرب، داكور. دونك أنا فاش غادي نحرم راسي من حكيمي لأنه خاصو يبقى لحراسة المبيمو، خاصني une alternative بديل، هاد البديل هذا غادي يكون هو أنس صلاح الدين اللي غادي يطلع يعاون، وحكيمي غيبقى مع لو duo ديال لا défense اللي غنهضروا عليهم من بعد. صلاح الدين غادي يكون في الجهة اليسرى واللي غيعاون بطبيعة الحال الزلزولي غنهضروا عليه من بعد. فحكيمي أنس صلاح الدين. لا ديفونس، أنا بالنسبة لي هذا الماتش هذا هو الماتش ديال ماسينا، ماسينا خاصو يلعب تيتولار، واخا ما عطاناش ديك الثقة في اللقاءات خصوصًا اللقاء ديال تنزانيا، ولكن بالنسبة لي هذا الماتش هذا ديال ماسينا، خاصو يكون حاضر عفوًا، ومعاه أكرد. أكرد واخا ماشي هو أكرد اللي كنعرفو، ولكن كنظن أنه غيكون قرصوا ليه وديناتو، وعرف بأنه خاصو يعني هذاك فرط الثقة اللي عنده خاصو يحيدها عليه، يلعب عادي بلا ما يعرف. هو لاعب كبير، مدافع كبير، وأنا عندي الثقة بأنه غادي يرجع ويورينا نسخة آآ رائعة ديال هاد المدافع هذا. milieu de terrain قلنا 2 سنتينال العناوي ومعاه أمرابط ولا الخنوس، وغادي نلعب 3 قدامهم، 3 غادي يكون دياز اللي هو بالنسبة لي أحسن لاعب في المنتخب المغربي وأحسن لاعب في البطولة، إلى جانب أماد ديالو ديال كوت ديفوار. وأنا كنظن إلا وصل شي واحد فيهم هادو الفينال راه MVP ديال التورنوا ما تدخلش ما بين هاد الجوج هادو، عفوا دياز وأماد ديالو. دونك دياز غادي نحطو في لا دروات مع حكيمي. لو كوتي غوش لا نقاش فيه، الزلزولي هو اللي غادي يلعب. أنا ما فهمتش الزلزولي كان هو وصلنا لواحد الخلاصة أن قبل لا كان أن الزلزولي خاصو يلعب تيتولار في الكوتي غوش، جا الركراكي حتى التورنوا وحيد الزلزولي. أنا ما فهمتش علاش يعني هاد القرار هذا ديال الركراكي، واش كاين شي حاجة حنا ما عرفناش الله أعلم. بالنسبة لي إلا كان الزلزولي واجد خاصو يكون هو في الكوتي غوش، وغادي يكون معاه أنس صلاح الدين كما قلنا. الميليو ديال المنتخب ولا اللاعب الثالث اللي غيكمّل هاد الثلاثي هذا، أنا بالنسبة ليا هذا هو اللقاء ديال السيباري. السيباري مهم، غيكون لاعب محوري في هذا الماتش هذا ديال الكاميرون، لأنه لاعب عنده يعني une présence physique، تحس به صحيح تبارك الله، واخا تقيل شي شوية ولكن صحيح. حنا خاصنا ان ماتش اللي غادي يكون فيه ماتش ديال تقاتل فيه، فهمتيني، ديال الcontact physique هذا، خاصك تفرض راسك، فهمتيني. الكاميرون ماشي هي تنزانيا وماشي هي زامبيا وماشي هي جزر القمر، هي راه كتر من مالي، وشفنا مالي كيحصلنا معاها سورتو في الmilieu de terrain. دونك أنا السيباري غنرجعو للبوست ديال الmilieu de terrain ونعطيه الثقة وليه يلعب، وقدامهم bien entendu ال المهاجم ديالنا أيوب الكعبي.
وأيوب الله يخليك تجيك السهلة ماركيها بلا سيزوات، حنا بغينا غير السهلة، خشينا غير السهلة، وعندي ثقة بأنك أنت اللي غادي دي إن شاء الله البيتر إلا وصلنا للفينال ودينا هاد الكاس إن شاء الله. فبهاد الخطة وبهاد التشكيلة هادي كنظن بأن كنعاونوا ريوسنا باش يعني au moins نكبحوا يعني داك القوة ديال المنتخب الكاميروني، سواء في الهجوم ولا في الmilieu de terrain. ونتمنّاو إن شاء الله شي إنجاز عفوًا، ونتمنّاو إن شاء الله شي إنجاز فردي من دياز ولا من الزلزولي باش يكرياو لنا شي محاولة اللي غادي نماركيو بها يعني الهدف والأهداف. أنا ما كنتظرش أنه يكون يعني بزاف ديال البيوتات في هذا الماتش هذا، هذا ماتش ديال 1-0. إلا يعني تعقّدات الأمور نقدروا نمشيو أشواط، بلانتيات وهذا ما نتمناوش، ما كرهناش ثاني الماتش 1-0 للمنتخب المغربي، وكنظن بأن بهذه التشكيلة بهذه الخطة قادرين أنه المنتخب الكاميروني صحيح منتخب اللي محترم وصل لكارت فينال أقصى جنوب أفريقيا، واخا أنا باغي جنوب أفريقيا وللأمانة فاش كتشوف ماتش ديال جنوب أفريقيا كونتر الكاميرون كون زاد الأربيتر واحد 5 دقايق أخرى كان جنوب أفريقيا تعادل، فهمتيني؟ جنوب أفريقيا فريق محترم، كنت باغيه يدوز باش au moins تكون عندنا ديك الفرصة باش نردوا الدين لهذا الفريق والمدرب ديالو، فيه الهضرة بزاف، ولكن دازت الكاميرون، الكاميرون كتبقى فريق محترم، غير هي ماشي من الطينة ديال أو المستوى ديال السنغال الحالي ولا الكوت ديفوار الحالية، دونك ولا الجزائر كذلك، دونك كيبقى المنتخب المغربي هو المرشح ديالي للمرور في الdemi final إن شاء الله، وأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أنه اللعابة ديالنا يكونوا في المستوى، والجمهور كذلك راه كنظن ديما حاضر في الموعد. فكان هذا التحليل ديالنا للقاء اللي غيجمع المنتخب المغربي بنظيره الكاميروني يوم الجمعة إن شاء الله. نتمناو أننا نتحلّاو بالشجاعة بالتواضع كما كيقول السي سكيتشي الله يذكره بخير، باش يعني نوضعوا الخطة المناسبة ونشاركوا اللاعبين اللي يستاهلوا أنهم يلعبوا في هذا الماتش هذا، باش نحققوا يعني الهدف الأسمى ديالنا هو الفوز بهذه الكأس إفريقيا، الكأس الغالية، وما تخرجش من المغرب بإذن الله. فشكرًا على المتابعة، خليونا التعليقات ديالكم في les commentaires وإلى حلقة مقبلة من بودكاست 11/11 وديما مغرب.